ايه اكتر حاجه بتكسب فلوس؟ البرامج ولا المسلسلات ولا الافلام؟ انت كنت هتقول الاعلانات كمان، فخليني اقول لك حاجه على والاعلانات دي طبعا لا، الاعلانات فيها ميزه كبيره انك ما بتشتغلش بفلوسك، انت بتشتغل بفلوس كلاينت. فانت ما انت برضو فكره بتكسب دي، ما هي ايكويشنز لازم نفكر فيها. بس ماشي. هل بتكسب من الهوا او بتكسب من مش من الهوا، يعني بتكسب بمجهودك بس، ولا فيها ROI اللي هو ريتيرن على الانفستمنت اللي انت بتعملها؟ تمام. هل بتعمل فالاعلانات زي ما بقول لك قصه مختلفه لطيفه جدا، ماشي. ان هي ما فيش ماني اوت، فما الريسك فيش بتاعها أقل بكتير. السايكل، ما فيهاش ريسك، انت بتشتغل بفلوس كلاينت، ماشي. بتنفذ، بتاخد الماركه بتاعك وبترجعها. طب بالنسبه بقى انا ما للباقي؟ بحبهاش لان عمرها قصير، ما بتلحقش. يعني المهم كنت ماشي. بحبها زمان، يعني مش ده. اوكي. عندك بعد كده البرامج ليتلي لو تاخد بالك بقت نون اكزيستنت شويتين. يعني انت زمان لو تفتكر حتى بعد رمضان على طول كان يبقى برنامج محمود سعد وبرنامج لميس الحديدي وبرنامج بتاع مع حفظ الألقاب، طبعا الناس كلها. دلوقتي بقى البرامج هو في برنامجين 3 اللي موجودين بسايد التوك شوز، بسايد برامج المسابقات. برامج المسابقات تبقى بادجتس كبيرة جدا، بس حتى فلازم المسابقات قلت جدا قوي برضه. جدا. كله قل، الديجيتال هو العالي بالظبط. فبرامج المسابقات الغنى والحاجات دي بتبقى برامج قنوات، فالقناة هي اللي بتبقى جايبة الفورمات وهي اللي عاملة، وبيبقى حد واخدها منتج منفذ. فهنعتبر ان البرامج اقل شوية. فده البرامج. المسلسلات والافلام انا بحس انها personal preference. انت راجل بتحب الشغل في المسلسلات اكتر ولا الافلام اكتر؟ الافلام الريسك بتاعها اكبر، بس اوقات الريتيرن بتاعها برضو بيبقى اكبر. المسلسل الى حد كبير انت من قبل ما تبتدي تصوير تبقى بايعه، انت عارف هو هيكلفك كام، وعارف الريفينيو اللي جاي لك عليه كام، بالذات انه 90% من الريفينيو بتاع المسلسل بيجي من البيعة الأولى اصلا. كل ما بعد هذا أرقام قليلة جدا، عشان هو بيبقى اللي واخد المسلسل الوحيد اللي عنده في بالظبط، وبيبقى اكسكلوسيف شويه، ممكن يبقى واخده اكسكلوسيف شويه وكده. تمام. الافلام الريسك بتاعها اكبر، لانك بتبقى اوقات ممكن تبقى بايع الديجيتال بيعه بتاعته، واوقات لسه ممكن لا. وعندك 2 فاكتورز فيهم ريسك برضو، بتاع السينما في مصر والسينما بره مصر، فالريسك بتاعها اكبر. بس زي ما دايما بيقولوا مع الريسك اكيد بيجي ريورد. الريورد على فكره في اي بزنس ايكويشن الريتيرن مادي ومعنوي. طبعا. في اوقات المادي يهمك اكتر، في اوقات المعنوي هو اللي ممكن يهمك اكتر، بس في الاخر الاتنين موجودين. فانت ممكن تاخد ريسك وماديا ما يجي، بس ينجح معنويا جدا، او تعمل مفاجأة كبيرة جدا بحاجة، او فالرضا اللي عندك فيه يبقى يساوي. فمسلسلات أأمن، الأفلام مخاطره اكتر بس احتمال بس كبير ألذ تعمل بصراحة. فلوس.